يتفضلوا داخل الملعب. البصمة الذهبية، البصمة الذهبية التحقوا بالملعب. القدم الذهبي اجتماعية. نهضة طنطان، نهضة صحراوية في انتظار التحاق عمل إنشاد وسبورتينغ سلام. المجموعة الثانية مدرسة أشبال واد العبيد. اتحاد النار. المراكشي. وفاق أسفي. مستقبل المرسى. المجموعة الثانية أشبال واد العبيد، اتحاد النقار، وفاق أسفي، السد المراكشي، مستقبل المرسى. المجموعة الثالثة نجم أسفي، ثقة، وفاء توريت. الأطلس الرياضي المراكشي. مجد ولاد جرار. والممثل الثاني لإتران، مدرسة إتران لكرة القدم 2012. دائما وابدا نرحب بجميع الفرق المشاركه ترحيبا حار والوفود المرافقه لها. المجموعه الرابعه والاخيره المجموعة الرابعة نبدأ بمدرسة الأمل لكرة القدم القليعة. صفيقات حارة على القليعة. ومن ورزازات جمعية الإخلاص للرياضة. طرفايا نوح هذه مدرسة النخبة الاحترافية. نادي استاد مراكش لكرة القدم. صفيقات على استاديين. وأخيرا شباب تشيرة. كتذكير جميع الفرق المشاركة: المجموعة الأولى إتران 2011، البصمة الذهبية
النهضة الصحراوية لطنطان، أمل إنشاد، سبورتينغ سلا، القدم الذهبي الشماعية. المجموعة الثانية مواهب الرشاد، السد المراكشي، مستقبل المرسى، اتحاد المزار، أشبال واد العبيد، وفاق أسفي، مدرسة إتران 2012 ونجم أسفي. المجموعة الرابعة والأخيرة شباب التشيرة، نخبة احترافية أو أكاديمية نخبة احترافية طرفاية، أمل القليعة، الإخلاص والزازات، واستاد مراكش. تصفيقات حارة على جميع الفرق المشاركة. إذا نعيش وياكم أعزائي المستمعين الأعزاء إذا أجواء اليوم الأول والمباراة الافتتاحية من هذا الدوري الجميل إتران. إذا دورة هذا الدوري في هذه النسخة السابعة دورة فالكين. شكرا لكل المساهمين، شكرا لكل من ساهم من قريب أو من بعيد لتنظيم هذا الدوري وهذا العرس الرياضي الجميل بواحد من أجمل وأروع الملاعب في مدينة الفضة في مدينة تيزنيت. شكرا لكل الحاضرين، الشكر موصول لكل الفعاليات المدنية وكل الحاضرين، الشكر موصول لكل من ساهم ولكل من حضر من اجل مواكبه هذه الجمعيه ومواكبه هؤلاء البراعم الذين اليوم حطوا الرحال بعاصمه الفضه بمدينه تيزنيت من اجل التفاني على لقب النسخه السابعه من دوري إتران المنظم من طرف جمعيه إتران. الشكر موصول لكذلك كل اعضاء المجلس الجماعي لتيزنيت وللمجلس الجماعي لتيزنيت وللمجلس الاقليمي ولكل المؤسسات الاداريه، لكل الداعمين الاداريين، لكل الفعاليات الاقتصاديه. الشكر موصول كذلك للسلطه المحليه. شكرا لك لعضو المجلس الجماعي لتيزنيت وكذلك المكلفه بقطاع الرياضه السيده وسيله الشاطبي التي دائما تحضر في كل التظاهرات